بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين نجم الزمالك في كل مكان، عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم. يلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده، وخليني أبدأ معاك بحاجة مهمة جدا جدا. وكما عودناكم على الانفرادات، كنت قلت لك إن امبارح نادي الزمالك في حلقة امبارح بالصبح إن نادي الزمالك في إن شاء الله تقدم كبير في حتة أرض أكتوبر. كلنا عارفين برضو إن نادي الزمالك داخل فترة التوقف الدولي بخسارة مذلة من وادي دجلة، ولكن الخبر ده يعني هيمحي لك كل الذكريات اللي انت شفتها في مباراة وادي دجلة والحاجات الوحشة اللي انت شفتها في مباراة وادي دجلة. زي كنت قلت لك امبارح في حلقة الصبح، يعني بفضل الرحمن قلت لك ان كلها ساعات وارض اكتوبر ترجع من جديد في نادي الزمالك. خد الخبر ده، رسميا عودة العمل في ارض نادي الزمالك، وده بعد ما قلت لك بالامس ان الارض هتعود كلها ساعات قليله، وباذن الرحمن الارض عادت لنادي الزمالك من جديد. ويعني كل الناس عرفت دلوقتي الانفراد بتاعنا، وكل الناس عرفت الخبر، وخلاص ارض نادي الزمالك اصبحت في يد نادي الزمالك بعد ما تم التواصل مع وزير الاسكان، نائب وزير الاسكان، واكثر من رجل اعمال كبير في الدوله او رجال الدوله الكبار طبعا فيهم الخير، واعادوا الارض من جديد لنادي الزمالك. خليني اتكلم معاك برضو في امر مهم جدا جدا بالنسبه لي الكفتاجي يانيك فيريرا. الراجل خلاص سافر الى بلاده بلجيكا وهيقضي اجازته، والراجل يعني هيجي وهيحضر للقاهره يوم الخميس باذن الله. كمان الراجل ادى للاعبين راحه لمده 4 ايام. هقول لك عن استماره 6 هياخدها الراجل ويعني كل التفاصيل بتاعتها، ولكن خلينا ناخد الاخبار اللي معانا في البدايه. عبد الحميد معالي اللاعب المغربي، الراجل يانيك فيريرا ابلغ جون ادوارد ان الراجل ده لسه محتاج خبرات، وبالتالي خلوه يشارك مع فرق الشباب عشان ياخد الخبرات. الراجل لسه ما اقنعنيش، رغم ان الراجل في مباراة سيراميكا كليوباترا يعني تقدر تقول يعني اول ما نزل بانت لمسته في الكورة، بان انه لاعب هيبقى مؤثر مع الزمالك، ولكن مش عارف وجهة نظر فيريرا في ايه. يعني هل اللاعب ما عندوش بدني؟ ده لسه لاعب صغير. ما عندوش سرعات؟ برضه لسه صغير. فما فيش حاجه تخلي يانيك فيريرا ما يقتنعش بعبد الحميد معالي، وهو لاعب متكامل اصلا. فانت لو لعبته مركز 10 او حتى جناح ايمن مكان اخوان الفينا، واخوان الفينا ده مستبعد، انت لعبه مركز 10 مكان ناصر ماهر وشوف قدراته واحكم عليه بعد كده. انما انت بتحكم عليه قبل ما يشارك، فدي فيها شك كبير ان الراجل ده اصلا يعني متعند بعض اللعيبه حتى في ازمه الجزيري. يعني هل من المعقول ان سيف الدين الجزيري اللي هو اصلا عنده ضعف في حته الهجوم تلعبه خط وسط او تلعبه جناح؟ مش بتاعته، مش مركزه. الراجل هو في مركزه مش بيأدي، فهيأدي لك في مكان تاني. دي حاجه مستبعده. رقم 2، خلينا اتكلم معاك بالنسبه للاستماره 6 اللي هياخدها الراجل بعد عودته من القاهره. عندي معلومه ان ممكن لما الراجل يحضر للقاهرة يلقى نفسه واخد استمارة 6 من الزمالك. ليه؟ لان مجلس ادارة نادي الزمالك امبارح كانت في جلسة، والناس اصلا يعني ايه لسه مستقرين ان الراجل ما يمشيش، ولكن مع الضغط اللي بيعمله ممدوح عباس، ايمن ممدوح عباس، كمان مع الضغط اللي بيعمله عمر الجنايني واكتر من واحد في مجلس الادارة على جون ادوارد وعلى حسين لبيب، الراجل ده في احتمالية بنسبة 60% ان الراجل يكون خارج الزمالك في بعد العودة من يعني الاجازة اللي هياخدها الى بلاده بلجيكا. معلومة مهمة جدا جدا ان نادي الزمالك يعني تقدر تقول ايه في جلستين مهمين جدا جدا بعد بكرة وبعد بكرة هيكون هم الحاسمين في مصير يانيك فيريرا مع نادي الزمالك. خلينا اتكلم معاك بالنسبة لتجديد محمد السيد، وكمان الخبر اللي بعده هيكون من مهاجم يعني مميز لنادي الزمالك. تجديد محمد السيد حتى الان الوقت اللي انا بكلمك فيه ده اللاعب رافض التجديد مع نادي الزمالك، ولكن في مفاجأة مدوية تم ابلاغنا من احد المسؤولين في نادي الزمالك ان الزمالك عرض على اللاعب التجديد لمدة 5 مواسم. كنت قلت لك الزمالك عرض على اللاعب التجديد، ولكن لسه ما عرفناش الرقم المبلوغ يعني اللي اتعرض على اللاعب رقم صادم جدا. تخيل معايا ان الرقم 30 مليون جنيه في ال5 مواسم. 30 مليون جنيه في ال5 مواسم، يعني 6 مليون في الموسم الواحد. لا مش بس كده، بس خد المفاجأة المدوية، اللاعب رافض التجديد مع نادي الزمالك حتى الآن بعد عرض ال 30 مليون اللي والده ووكيله طلبهم.
يعني ده الزمالك بيجي له من هنا يفتح له شباك تاني، الزمالك بيقفل الشباك ده اللاعب يفتح الشباك التاني. الزمالك يعني تقدر تقول يائس من اللاعب، وفي احتمالية بشكل كبير ان اللاعب يتم الاستغناء عنه في يناير، او التجديد لمدة موسم واحد برقم معقول عشان الزمالك يقدر يبيعه ويستفاد منه ماديا. ده بالنسبة لتجديد محمد السيد. خلي بالك محمد السيد لمسته بانت من اول مشاركه مع نادي الزمالك، حتى في الماتش اللي فات امام وادي دجله من اول لمسه الراجل موه انه هيشوط ولبس اتنين في بعض ويوقعهم على الارض كده، فرشهم على الارض كده. فده هيبقى خساره كبيره، خصوصا واني قلت لك في حلقات سابقه ان الاهلي مخلص كل حاجه مع والد اللاعب ووكيل. اخيرا مهاجم سوبر لنادي الزمالك، هقول لك كل التفاصيل. اقترب نادي الزمالك من اتمام التعاقد مع احد المهاجمين الافارقه السوبر، حاليا بيلعبوا في اوروبا، او مش في اوروبا، هم يعني دولة غير عربية، هي تقريبا في اوروبا ولكن لسه ما عنديش المعلومة. انا عندي اسم اللاعب، لاعب مغربي. احتمالية اعارة الدباغ وعمر فرج الفلسطينيين لاحد اندية الدوري المصري. نادي الزمالك حاليا بيفكر هيطلع مين في يناير من المحترفين غير الفلسطينيين، طبعا لا، ده عمر فرج وعدي الدباغ دول هيطلعوا باي شكل من الاشكال، ولكن في احتماليه كبيره ان الزمالك يطلع صلاح الدين مصدق بيع نهائي، مش اعاره، بيع نهائي، عشان يجيب المهاجم ده. لاعب مميز جدا جدا. كمان سيف الدين الجزيري ايامه باتت معدوده بشكل كامل مع نادي الزمالك، باتت معدوده بشكل كامل. فده بالنسبة لكل التفاصيل اللي بتحدث في نادي الزمالك ونشرة الأخبار الصباحية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.